خد بالك من وقتك، خد بالك من وقتك. عمرك ده بقى، عمرك ده اوعى يضيع كده على الفاضي. ونقول لك تاني يا عم الحاج ان احنا ما زلنا على عهدنا معاك، مكملين مفيش تهريج، في استكمال لمسيرة، في جهد بيبذل كل يوم اكتر من التاني، تفضل تشتغل تشتغل تشتغل. طب وايه بقى حبيب قلبي؟ بص 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 بص، هفضل اقولها لك. ازرع جميلا، بس مش هقول لك المرة دي ازرع جميلا ولو في غير موضعه، بس عايز اكد على حاجة، ازرع جميلا. والجملة المهمة بقى كمان لانها لاحظتها فيكم، ولا تتعجل الحصاد. ليه بقى؟ حبيبي النهارده بيقرر ان هو ينضبط. النهارده انا كنت مقصر، مفيش مشكله، ماشي، كلنا اصحاب تقصير، مقصرين. بيقرر ينضبط النهارده، فبيبدا يذاكر النهارده. بعد اسبوع التحسن لم يظهر بعد. طب ولما التحسن ما بيظهرش بيعمل ايه؟ قال لك خلاص، بما ان مفيش تحسن بيحصل انا مش هخليني زي ما كنت. لا 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 لا، التحسن مش هيظهر في يوم ولا في يومين ولا في 3 ولا في اسبوع. التحسن هيظهر على اللونج تيرم، مدى طويل، يعني شهور. زي ما انت كنت مقصر لسنوات، والتقصير ده والتراكم ده ما حصلش في يوم، فانك ترجع وتبقى كويس مش هيحصل في يوم. ولذلك قلنا ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. طباع الايام ما بتقولش انك هتبقى وحش في يوم ولا هتبقى كويس في يوم، وانما محتاج وقت انك تقعد تشتغل وتتدرب. وحافظ دايما على حاجة، ان يفضل عندك امل، ما تبقاش محبط. طب هذا الامل الباعث فيه ايه؟ مع ان في حاجات كتير محبطة حواليا، يقين بالله، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك، وان انت مهما عملت. تخيل يا اخي، الواحد بيبقى عامل سيئات كتيرة جدا ومتمسك برحمة الله، بس يعني هي كده فعلا. ومن يقنط من رحمة الله، مين يقنط من رحمة الله؟ اللي بيقنط من رحمة ربنا ده شخص ده مش ما بيفهمش. مين النهارده مش مدرك ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير حاله من حال الى حال اذا اطلع على قلبه فرآه ايه بقى؟ فرآه ايه؟ صادق في وعده. قرر بيقين من جواه انا هبقى كويس عشان والدي ووالدتي، انا هبقى كويس عشان ربنا يرضى عليا، انا هبقى كويس عشان بص انا هبقى كويس عشان اسباب كتير، بس اهمها رضاها، يعني رضا ربنا عني ورضا والدي ووالدتي عني. فيبدأ يشتغل، فربنا سبحانه وتعالى يطلع عليه فيرى منه خيرا. ولذلك بنقول دايما أروا الله منكم خيرا، لأن ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت غيرت اللي في نفسك، فربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة الفهم والسعة والرزق والبركة في الوقت. كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى زود لك فيه البركة. ولذلك بنقول لك أهو، يعني ربنا يكرمكم، بارك الله أهي والله في أوقاتكم وأعماركم، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. الاتنين مع بعض، طال العمر وحسن العمل. بارك الله في أوقاتكم وأعماركم. ولذلك لما كان واحد يقول لك ايه؟ أعمارنا أعمالنا. يا حبيب قلبي، أعمارنا أعمالنا. واوعى تنسى يا صديقي إن مطلوب منك إنك تحسن في عملك وتتقن في عملك. وهقول لك الجملة الشهيرة دي كمان، وقيمة المرء، اللي عامل لك قيمة ما قد كان يحسنه. قيمتك حبيب قلبي في الحاجة اللي انت بتعرف تعملها، فأحسن في عملك. أحسن يحسن الله إليك. والله العظيم، أحسن في عملك واتقي ربنا، وبطل تجري المحاضرات وتقعد مش فاهمها. انت لو مشيت بالراحة واحدة واحدة وقعدت لحد الآخر كده تسمع النصيحة، هتحس براحة كبيرة جدا، وهتعمل الشغل مرة واحدة هتعمله بإتقان.